التعايش بين المسلم والمسيحي في مصر مش مقتصر على إنك هتلاقي الاتنين عايشين مع بعض في نفس الشارع وفي نفس الحارة وأحيانا كتير في نفس الشقة من غير ما حد فيهم يتعرض لمعتقدات التاني غير بكل احترام. ولا في المناسبات اللي بنحضرها مع بعض بتشوف مسلم رايح يحضر فرح في الكنيسة أو مسيحي رايح يحضر عزا في الجامع. سلام عليكم. لما بنحب نختصر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر بنقول عليهم حسن ومرقص. ده اسم فيلم أصلاً للكاتب الجميل يوسف معاطي، لكن قبل الفيلم ده ب54 سنة كان في فيلم تاني اسمه حسن ومرقص وكهين. ده الأصل في التسمية يعني. حسن ومرقص وكهين فيلم من تأليف الكاتب الكبير بديع خيري. بديع خيري ده بقى ليه حتة موقف عجيب مع نجيب الريحاني. لما والدة بديع خيري ماتت راح نجيب الريحاني يعزيه، لأنهم كانوا أصحاب جدا وشغالين مع بعض بقالهم سنين. نجيب الريحاني أصلا كان فاكر طول السنين دي إن بديع صاحبه مسيحي، خد الاسم بالشبه كده يعني. لكن لما دخل العزا لقى مقرئين وقرآن بيتقري، فعرف ساعتها إنه مسلم. هو بصراحة يحيى الهلال مع الصليب وكل حاجة، بس مش للدرجة دي. فنجيب سأل صاحبه بديع، قال له أنت ليه ما قلتليش قبل كده إنك مسلم؟ بديع قال له وأنت كنت سألتني. القصة الجميلة دي على فكرة ذكرها الكاتب الكبير يوسف معاطي في فيلم حسن ومرقص. شفت الدنيا بقى صغيرة إزاي؟ طبق كبدة بالسلطة. على ذكر الأكل يعني، مرة واحد سألني أنت شايف مصر إزاي؟ قلت له شايف مصر طبق حلويات كبير قوي، ده بعد إذن الناس اللي مش عايزيننا نقول كلمة حلوة في حق البلد اللي احنا عايشين فيها. أنا بقى شايفها أجمل بلد في الدنيا، فيها سلبيات، فيها مشاكل، دي كلها أسباب تخلينا نجتهد علشان نحل وعلشان نخلي بلدنا أجمل. لكن ما ينفعش أبداً تكون دوافع علشان نكره البلد ونشتمها ونتجاهل أي ميزة ليها. وما أكثر مزايا البلد دي والله العظيم. عارف ليه بقى أنا شايف مصر طبق حلويات؟ أولاً علشان اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، عشان نروح بعيد يعني. وثانياً علشان أنت كل ما تمد إيدك هتطلع حاجة حلوة، حتة بسبوسة اسمها جدعنة المصريين، حتة كنافة بالمانجا اسمها خفة دم المصريين، حتة جلاش اسمها إصرار المصريين. واختياري بقى للجلاش هنا مش عبثي، ده علشان اللي بيجي علينا بنعمل معاه إيه؟ كملوا انتوا بقى، أنا مش هقول. وأعلى حتة بحبها في الطبق ده كله حتة القطايف اللي اسمها الوحدة الوطنية، ودي شبهتها بالقطايف في تحيز واضح وصريح للبرنامج بتاعنا. الوحدة الوطنية في مصر مش مجرد ملف مجتمعي بنطرحه في الإعلام علشان نجمل صورة البلد، لأن في الحقيقة إحنا مش محتاجين أصلاً لده. لأن في الوقت اللي كتير قوي من بلاد العالم شرقاً وغرباً نالت منهم مخططات التفريق والفصل العنصري، كانت مصر بتقدم للعالم معجزة حية في التعايش بين كل أنسجة الأمة. وأنا لما بقول معجزة فأنا فاهم الكلمة كويس قوي وأعنيها. التعايش بين المسلم والمسيحي في مصر مش مقتصر على إنك هتلاقي الاتنين عايشين مع بعض في نفس الشارع وفي نفس الحارة وأحيانا كتير في نفس الشقة من غير ما حد فيهم يتعرض لمعتقدات التاني غير بكل احترام. ولا في المناسبات اللي بنحضرها مع بعض بتشوف مسلم رايح يحضر فرح في الكنيسة أو مسيحي رايح يحضر عزا في الجامع، مش في صورة لواء الشرطة الراحل جمال سعيد اللي كان فارش السجادة وبيصلي جوه الكنيسة مكان خدمته، الصورة اللي انتشرت جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومش في الشاب اللي بيوقف عربيتك قبل المغرب في رمضان يديك عصير وبلح علشان تفطر وتبص على ايده وانت بتاخد منه فطارك تلاقي الصليب على دراعه، ومش في القمص سيرجيوس خطيب ثورة 19 اللي وقف على منبر الجامع الأزهر وقال لو هدمت الكنائس في مصر سوف نصلي نحن المسيحيين في المساجد، مش في الشباب المسلم اللي عمل سلاسل ودروع بشرية حوالين الكنائس في 2011 في قداسات عيد الميلاد علشان يحموها من التفجير بعد اللي حصل في كنيسة القديسين في اسكندرية. والصورة دي نشرتها كل وكالات الأنباء الفضائية وكانت منبهرة بيها. كل اللي قلته ده مظاهر، وإن كانت تنم على الرقي اللي هو طابع أصيل في المصريين،
إلا إنها مش أقوى نقطة في الموضوع. في حاجة تانية اسمها المحبة، أعمق بكتير قوي، لأن ممكن أتعامل برقي مع شخص أنا ما بحبوش، لكن المسلمين والمسيحيين في مصر فعلا بيحبوا بعض محبة حقيقية صادقة ما فيهاش رياء ولا نفاق. وده مش كلام أنا، دي حقائق مثبتة بوقائع تاريخية. الموسيقار هاني شنودة مثلا كلنا عارفينه، وأكيد ديانته واضحة من اسمه، مش زي بديع خيري. في كل لقاء تلفزيوني بيظهر فيه هتلاقيه بيأكد على احترامه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول عليه بالنص كده: ده نسيبي، ده موصي عليا قبل ما يموت، عايزني ازاي ما احبوش. هو طبعا يقصد زواج النبي من السيدة ماريا القبطية أم ابنه إبراهيم. وحديث النبي في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. تعرف مسلسل محمد رسول الله طبعا، لو انت قديم شوية زي حالاتي أكيد اتربيت عليه، لكن ممكن ما تكونش تعرف إن اللي كتب المسلسل ده كاتب مسيحي اسمه كرم النجار. الأستاذ كرم النجار دايما يقول على نفسه: أنا كاتب مسيحي الديانة مسلم الثقافة. ولما سألوه إزاي كتبت محمد رسول الله وانت كاتب مسيحي، قال لهم: وفيها إيه يعني؟ اشمعنى عباس محمود العقاد كتب عبقرية المسيح وهو كاتب مسلم؟ بالبساطة دي الأمور كانت ماشية من غير حساسيات ولا تعقيدات. يا أخي ده نجيب محفوظ أديب نوبل وفخر الصناعة المصرية في الأدب، ناس كتير ما تعرفش إنه تسمى على اسم الدكتور اللي اتولد على إيديه، وهو دكتور مسيحي بالمناسبة. وهنروح بعيد ليه؟ أنا شخصياً اتسميت سامح على اسم جارنا المسيحي. أنا من شبرا أصلا، وشبرا دي لوحة فنية مش هتعرف فيها المسلم من المسيحي. كل دي تصرفات بتشاور على حاجة مهمة جداً، إن إحنا شعب جميل مش ممكن أبداً تنفع معاه كل مخططات التقسيم والتفريق، رغم إن المخططات دي بيتصرف عليها فلوس كتير قوي، بس يا خسارة كلها بتقع على الأرض. أصل يظهر كده إن الناس اللي بتمول الخطط دي فلوسهم حرام، أو هم أكيد فلوسهم حرام، يعني ما فيهاش شك. يا راجل يا طيب، ده أنا ما شفتش بلد في الدنيا بتعمل اللي إحنا بنعمله ده، إحنا جبابرة والله العظيم. تخيل كده إن في كنيسة في الهرم في شارع خاتم المرسلين الناس مسميها كنيسة خاتم المرسلين. بذمتك في كده؟ القمص متياس، وده كاهن كنيسة في الإسماعيلية، كان بيقول: لما عرفنا إن الجنود على الجبهة في 73 بتقول الله أكبر، كنا إحنا هنا بنقول المجد لله في الأعالي، واعتبرنا إننا بنصلي صلاة واحدة بلغتين. أنا المرة دي مش جاي أقدم نصايح على غير العادة يعني، لأن الموضوع ده بالذات إحنا مش محتاجين فيه أي نصايح، إحنا الحمد لله حلوين قوي. أنا بس هقولك ما تقلقش لما تشوف خناقة على السوشيال ميديا من الخناقات اللي بتدور كل كام يوم بين مسلم ومسيحي، أو ترند من الترندات اللي بيفتحوها كل ما شخصية عامة مسيحية تتوفى، أو مع أي عيد من أعياد إخواتنا المسيحيين، علشان يقولوا للناس إن عندنا فتنة طائفية. أنا مش عايزك تتخض، وعايزك تكون واعي إن كل ده مش حقيقي. إحنا مش كده، لكن اللي عايز الحقيقة يدور عليها في الواقع مش في المواقع. ومدام بقى بدأنا الحلقة ببديع خيري، نقفلها ببديع خيري. ما هو برضو اللي قال في أغنية قوم يا مصري: حب جارك قبل ما تحب الوجود. إيه نصارى ومسلمين قال إيه ويهود، دي العبارة نسل واحد من الجدود. ليه يا مصري كل أحوالك عجب، تشكي فقرك وانت ماشي فوق دهب. مصر جنة طول ما فيها انت يا نيل، عمر ابنك لم يعيش أبدا ذليل. يوم مبارك تملك فيه السعود، حب جارك قبل ما تحب الوجود. وكل سنة وانتم طيبين.